وليد، ماذا تقول في هذه الليلة التاريخية حتى بعد تعادل كرواتيا الذي ربما استاء منه البعض أن تقول تعادل إيجابي أمام منتخب قوي؟ لدي الثقة في هذا المنتخب اليوم يتأكد ذلك. الصراحة أكيد كنا عارفين كأس العالم ماشي سهلة، كنا كنديروا بزاف غلط، احنا بلاد عربي كنمشيو ديما باش نديروا سبيكتاكل ونبينوا ملي كنعرفوا نلعبوا الكره بالحق. كتشوفوا ديما مع الفرق ديال الاوروب ولا ديال الامريكان السود امريكان كنصايدوا ما كندوزوش حنا لوبجيكتيف. كراكي وليد البطل، وليد ماذا تقول في هذه الليلة التاريخية حتى بعد تعادل كرواتيا الذي ربما استاء منه البعض أن تقول تعادل إيجابي أمام منتخب قوي؟ لدي الثقة في هذا المنتخب اليوم يتأكد ذلك. الصراحة أكيد كنا عارفين كأس العالم ماشي سهلة، كنا كنديروا بزاف غلط، احنا بلاد عربي كنمشيو ديما باش نديروا سبيكتاكل ونبينوا ملي كنعرفوا نلعبوا الكره بالحق. كتشوفوا ديما مع الفرق ديال الاوروب ولا ديال الامريكان السود امريكان كنصايدوا ما كندوزوش. حنا لوبجيكتيف ديالنا من الاول هي ندوزوا بهذا الجروب اللي ماشي سهل بالحق. مازال ما درنا والو، انا فرحان سورتو على الجمهور المغاربه اللي جاو يساندونا على بلاد العربي. احنا في بلاد ديال قطر بغيت نقول لهم برافو على شنو داروا على بلاد المسلمين، وبغينا نفرحوهم. هذا الشيء اللي مهم، حنا بغينا نتقاتلوا باش نوري ملي الكره العربيه عندها تاريخ. من حق الجمهور المغربي ان يحلم. بيان سور، شوف هذا الجمهور غير الناس ديال كازا اللي يمكن يقدروا يعرفوا الجمهور المغربي كيبغوا الفرقه ديالهم، كيبغوا بلادهم. عاونونا بزاف اليوم، ما كانش سهل الماتش مع بلجيك، كانوا عندهم كره كان خصنا نجريو بالحق. ملي عندك هذا الجمهور كيعاون بالحق ما درنا والو، عندنا عوده، ما خصناش نطيحوا في ديك لوفوري بحال اللي درنا شي حاجه. خصنا نكونسونطراو دغيا على كندا، عندنا بزاف دراري اللي مبليسي، بزاف دراري يلعبوا مبليسي اليوم، حكيمي مزراوي سايس الجول. غنتقاتلوا باش ان شاء الله نكونوا في مستوى الماتش اللي جاي. الف مبروك. الله يحفظك. الف مبروك، شكرا جزيلا. وقد امنا بذلك منذ اللحظه الاولى، لم نستسلم، وكما تعلم ونحن الان على الطريق الذي نحلم ان نكون به. شكرا لك يوسف. حمد الله. إذا مع يوسف النصيري مع عبد الرزاق حمد الله هنا تكمن وحدة المنتخب المغربي. مهاجمان يتنافسان على مركز لكنهما يعشقان مساندة المنتخب المغربي في كل لحظة، كل واحد يركز فقط على المجموعة. عبد الرزاق، مرحبا بك في هذه الليلة التاريخية، ماذا تقول؟ واش غادي نقول؟ الحمد لله، فرحانين بزاف، اللهم لك الحمد. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ومن فضل جميع الناس اللي تاقوا في هذه المجموعه، ومن فضل جميع المشجعين لا المغاربه ولا العرب كافه، واللهم لك الحمد. هذه مباراه اخذنا منها 3 نقاط، ان شاء الله لازم المباراه الجايه ان شاء الله نلعب على الفوز باش نضمن التاهل 100% ان شاء الله. يوسف، يا لها من ليله، وهنا فرحه الجماهير ما زالت مستمره وستستمر. الصراحة فرحة كبيرة بالنسبة لنا وبالنسبة للجماهير والشعب كامل ديالنا. الحمد لله قدمنا أداء مزيان، النتيجة إيجابية كانت، حافظنا على الشبكة ديالنا، ما خديناش الهدف. وكيف ما كنقولوا كنشكر الجماهير، كنشكر اللعابة على هذا الشيء اللي قدموا. وهنا حنايا ما كنتنافسوش، هنايا بالعكس حنايا كنتعاونوا هنايا باش نعطيو نتيجة إيجابية للمنتخب المغربي. ما كنلعبوش على حساب واحد يلعب على راسه ولا هادي، كنلعبوا على حساب التوني هذا وعلى الشعب المغربي ان شاء الله باش يكون فرحان بينا. الف مبروك. الله يبارك. الف مبروك، الف مبروك. عودة اليك للكرة المغربية. وبطبيعه الحال اليوم تاريخا هنا استطعنا اننا نحققوا الانتصار في المونديال اللي غاب علينا مده طويله هذه. الحمد لله، كنبغي نشكر الجمهور اللي حضر اليوم بكثافه وساندنا من الدقيقه الاولى لاخر الثانيه في الماتش. الحمد لله، كنبغي نهنئ اللاعبين ونبغي نهنئ الجمهور اللي ساندنا اليوم، والحمد لله ومبروك علينا. كيف كانت الاجواء مع الجماهير الان؟ الجمهور المغربي كيبقى جمهور كبير، صراحه اجواء عالميه زوينه، كنبغي نشكرهم، وان شاء الله مازال ما درنا والو، مازال امامنا مباراه كندا. بماذا تشعر يحيى انت؟ بطبيعه الحال كنشعر بالفخر، والحمد لله ربي وفقنا اننا انتصرنا اليوم، ومازال عندنا مقابله جايه نحتفلوا اليوم ونعاودوا نوجدوا ثاني ان شاء الله مقابله كندا. وفقك الله، وفقك الله. عوده